العدائين المغاربة أو كما وصفهم المحللين والرياضيين والاكثر الناس كده عارف انت شغوفه بسباقات والالعاب القوه، وصفوهم بالنفاثات. وانت عارف طبعا، عارف انت لما المحللين يصف شخص رياضي بالنفاثه تعرف انه مفيش اي مجال للمجامله، وخصوصا ان المغرب ولاده للمواهب. شفنا بقى المواهب دي يا عمي في الكيك بوكسينج، شفناها في السباقات والعدائيين، وشفناها في المصممين والمهندسين. ما شاء الله شيء خرافي، غير ان في ثقافه رياضه دائما متواجده في المغرب، شيء جدا خرافي. النهارده ان شاء الله تعالى مش هحط لكم، عندنا سباق خرافي مقام في وهران في قلب الجزائر. النهارده ان شاء الله تعالى هنشوف هذا الفايت. قلتوا لي ان في منها كذا كده عداء مغربي احب اشوفه. انا طبعا اول مره اتفرج على العدائين والسباقات، كنت احب اشوفها كده زمان، لكن طبعا احب نشوف كده ابطالنا العرب، ونشوف الاحداث من اشقائنا المغاربه، ونشوف كده النجوم المغاربه اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه. ان شاء الله شباب نستمتع، ولكن اول تحت زر اللايك توصل 10000 لايك و100000 مشترك، خلونا على طول ننتقل الى الفيديو الخرافي. ليتس جو. طبعا يا عمي كان عنوان هذا المقطع سباق يحبس الانفاس. خلينا نشوف هيحبس الانفاس ولا. طبعا عندنا اثنين مغاربه، بوكنتار وفارس. خلينا نشوف مع بعض. ايفانوفسكي في المقدمه. ايفانوفسكي اوكي، خلينا كده نسمع المعلق نشوف هو بيقول ايه، عشان انا طبعا ما اعرفش اسماء ولا واحد من دول. البطل المغربي في المطارده. شوف يا اخي الثاني قدام قوي كده ليه يا عمي؟ دقيقتين 44 ثانيه و63 جزء من الثانيه. طب المسافه دي جدا طويله يا عمي، جدا كبيره طبعا. بطل التركي دائما لصيق ايضا في المركز الثالث وفي المركز الثاني على مستوى كوكبه المطارده. بطل الجزائري في المركز الثالث على مستوى كوكبه المطارده. شوف يا اخي، شوف في بطل، شوف المغربي عمال بيقرب اكتر ازاي. فعل ايقاع منذ البدايه. تابعونا البطل المغربي الاخر. شوف البطل المغربي الثاني عمال بيقرب اكتر واكتر. يا اخي الصراحه الرياضه دي جدا ممتعه، بس للفرجه للممارسه جدا صعبه الصراحه. شوف بدا يقرب منه ازاي يا اخي. نفاثات بحاله وحي، تحس هو عادي عمال بيحط ايده على البنزين، بينما ما شاء الله احنا المفروض بنتعب او بنرخي، هم بيسرعوا اكتر ما شاء الله يعني. شوف يا اخي، شوف قلت البطل المغربي بوقنطار سفيان صاحب افضل توقيت شخصي على مستوى هذا النهائي ب 13 دقيقة 10 ثواني و29 جزء من الثانية. عندك فرنسا في الاخر خالص، يا الله ما كنتش اتوقع الصراحة. متراجع للخلف، فيما البطل فراس هو محمد فارس في المركز الثاني. محمد فارس في المركز الثاني، ما شاء الله يا عمي، سريع جدا سريع ما شاء الله. يكون عندك الكارديو ويكون عندك الكابابيلتي ان انت تتسارع على هذه المدة، شيء جدا خرافي وصعب جدا صعب. وعلى بعد 8 دورات من خط النهاية. دائما البطل من مقدونيا الشمالية ليقود السباق. يا اخي يوسع عن ايفانوفسكي ده والله انه مستفز. يقود السباق. يا الله شوف يا اخي الفرنسويين ورا ازاي، شوف الفرنسيين ورا ازاي يا عمي، كأنهم بيتمشوا في المطاردة. كل من البطل المغربي محمد فارس وايضا التركي رمزان باربورس، وفي المتابعة من الخلف البطل المغربي بوقنطار سفيان، ايضا تواجد عدائين جزائريين وعداء ايطالي، بالاضافه الى عداء برتغالي. بطل المقدوني مقدونيا الشماليه دائما في المقدمه، دائما يقود السباق. بطل المغربي بوقنطار سفيان ايضا ينتظر اللحظه من اجل التقدم نحو نعم مقدمة.
فيما فراس ومحمد فارس يراقب السباق عن كثب ويتموقع في مركز جيد. في المركز الثاني بطل التركي او البطل بالفعل التركي رمزان باربوس يحاول الانطلاق، سيحاول الهروب عن الكوكب. يا اخي هل هرب منه ولا ايه؟ خلونا نشوف. توقعش صراحه، توقع المغربي قاصد ان هو لا لسه هيسرع في نهايه الفايت، في نهايه النزال مين يا عمي؟ في نهايه السباق. شوف يا اخي الجماهير ما شاء الله. ماذا يدور في ذهن البطل التركي ايفانوفسكي دائما في المقدمة على بعد 6 دورات. شوف كل شيء تغير يا عمي. هذه المرة البطل الإيطالي يتقدم، البطل الإيطالي يتقدم لقيادة السباق. تغير المقدمة، كل شيء تغير. إيطاليا هذه المرة يقود السباق، ونتابعون صعود البطل المغربي سفيان بوقنطار. أيضا محمد فارس يطلب ذلك من محمد بن سفيان بوقنطار، يطلب منه الصعود. الآن الكوكبة كوكبة المقدمة تضم الإيطالي. تغير كل شيء يا عم. الإسباني بطلان مغربيان وبطلان جزائريان. معالم كوكبة المقدمة بدأت تتشكل تدريجيا. هنا التركي باربوس يقود السباق، هل يبحث عن رفع الإيقاع؟ شوف البتاعة كبيرة جدا ازاي. عن الكوكبة محتاج تنظم قلبك، يعني الناس دلوقتي تقعد تتفرج تقول لك يا اخي ما يسرعوا يا اخي، قلبهم هيموت، مش عارفوا يكملوا الفايت، لازم يكون في رتم كده. مطاردة حاضرة من محمد فارس، ايضا من ابطال باقي الكوكبة. شوف محمد فارس بقى الثاني، الباقي يحتاجوا ان هم يريحوا شويه عشان داسوا. البطل التركي باربوس رمزان كايا الراس يبحث عن الانطلاقة وحيدا بعيدا عن كوكبة المقدمة، لكن هناك متابعة من جانب كوكبة المطاردة. شوف يا عم، شوف محمد فارس قدام لوحده يا اخي، بس لسه هيجتاز ان شاء الله التركي ده. من جانب البطل المغربي محمد فارس، ايضا صعود للبطل سفيان بوقنطار. سفيان بوقنطار الان في المركز الرابع، محمد فارس في المركز الثاني، ايطالي في المركز الثالث. نتابعون محاولة من البطل المغربي محمد فارس للصعود ولتجاوز البطل التركي. تركي طلع بالفعل. اذا محمد فارس شوف يا عم تجاوزه، كل شيء تغير والمغرب ما يزال في المقدمة ما شاء الله. قبل تقريبا دورتين او 3 من خط النهاية، سنتابع سينجح عظيم والله يعني. بالفعل هنا محمد فارس يرفع الايقاع، وايضا خروج ومتابعة للبطل سفيان بوقنطار، يرفعون الايقاع من اجل الابتعاد عن الكوكبة كوكبة المقدمة. وبالفعل عبر 3 دورات الثنائي المغربي في المقدمة إلى جانب الثنائي التركي في محاولة لرفع الإيقاع والابتعاد عن باقي العدائين. محمد فارس في المقدمة. شوف يا أخي التركي بيحاول، ولكن سفيان بوقنطار بيحاول يتجاوز. فارس صاحب الصدرية رقم 337 في المقدمة، والبطل التركي كايا الراس في المركز الثاني، إلى جانب جنبا إلى جنب البطل المغربي سفيان بوقنطار. فيما تراجع باقي الأبطال البطلين الإيطاليين وأيضا البطلين الجزائريين، فيما هنا في المتابعة البطل الإيطالي لازال يتشبث
بصيص من الامل ويلتحق قريب من الالتحاق بكوكبة المقدمة الثلاثي الذي يقود هذا السباق الثنائي المغربي والتركي. شوف يا عم والله سباق خرافي بقى دورتين من خط النهاية. الصراع يا اخي انا بجريش يا اخي بجريش معاهم وتعبت اوريدي. جاد دام يا عمي الواحد والله كسول. سنتابعون الايطالي والتركي. كايا الراس يحاول تجاوز البطل محمد فارس. هنا الايطالي مش بتوقع الفرنساويين لسه هناك، يعني لسه في فرنسا بيحاولوا يجروا يخبطوهم ده. المقدمة اكيد عمل مجهود كبير من اجل الالتحاق بهذه الكوكبة. هل بامكانه الصمود ومواصلة الجري بنفس هي المشكلة في الصمود حتى اخر الامتار؟ عملنا العياء او المجهود الذي بذله الايطالي خلال الدورات الماضية سيؤثر عليه في مواصلة السباق بنفس الريتم وبنفس الايقاع. سنتابعون دائما محمد فارس في المقدمة. محمد فارس ماشي على نفس الريتم وسرع في الاخر، ده الصح. تعرف على الايقاع على المتابعة في اخر لفة من جانب البطل ومن جانب الابطال الاربعة. ايضا اخر 400 متر في سباق 5000 متر. دائما المغرب في المركز الاول. شوف يا عمي على المركز الثاني حتى الان للتركي. سنتابع محمد فارس وسفيان بوقنطار كيف سيتعاملان مع الامتار الاخيره، وحذاري من البطل الايطالي، حذاري من مفاجاه الامتار الاخيره. نتابعون حتى العياء يبدو واضح على البطل التركي، حتى العياء يبدو واضح على البطل التركي بالفعل. اذا يرفع عن الايقاع محمد شوف يا اخي رفع الايقاع وبوقنطار مسك الثاني. يا الله يا الله يا عمي، حذاري من البطل الايطالي في اخر. شوف الثاني، شوف يا اخي سرع الريتم ازاي. مغربي ايطالي. شوف يا الله على بوقنطار. يرفع الايقاع. هنيئا للمغرب بالميداليه الذهبيه والفضيه في سباق 5000 متر. هنيئا للمغرب بالفوز. يا الله عليك يا بوقنطار، كنتش اتوقع ابدا يا اخي. سباق اكثر من رائعه وخطه اكثر من رائعه من جانب الثنائي المغربي سفيان بوقنطار ومحمد فارس، والفوز للمغرب في سباق 5000 متر. إذا هنيئا لسفيان بوقنطار ومحمد فارس بالفوز بذهبية وفضية. يا الله يا عمي 5000 متر. كما قلت قام بسباق أكثر من رائع. ممتاز. العدان المغربيان عرف كيف يدير السباق منذ البداية وحتى النهاية، وأيضا كيف تم رفع الايقاع في اللحظة المناسبة وتخلص من كوكبة الكوكبة الأولى، وبعد ذلك أيضا رفع الايقاع خلال الأمتار الأخيرة والتخلص من الكيني أو عفوا من البطل التركي والبطل الإيطالي. وبالتالي المغرب يفوز بذهبية وفضية على مستوى سباق 5000 متر رجال. إذا ذهبية أخرى تنضاف لحصيلة المشاركة المغربية في سباق والله إنه ممتع يا عم، والله إنه ممتع. الأبيض المتوسط. إذا سفيان بوقنطار يفوز بالميدالية الذهبية، محمد فارس يفوز بالفضية، شوف ان التجاوز يفوز بالميدالية البرونزية. متابعون كيف تمكن سفيان بوقنطار من رفع الايقاع وتجاوز محمد فارس والسير وحيدا نحو الفوز بذهبية هذه المسابقة، مسابقة 5000 متر. هنا البطل أيضا محمد فارس يفوز ويدخل في المركز الثاني لسباق 5000 متر، وفرحة البطل المغربي سفيان بوقنطار. يا اخي ابدا مهما قلت لي ان كان هو اللي هيفوز ما كنتش اتوقع، لكن الصراحه خطه جدا جميله. واحد خلاه في الخلف يهدي الريتم، والثاني ماسك المقدمه، والثالث سفيان بوقنطار مسك الخط شد دعس 240 كده، عارف انت قال دعاء السفر وقاعد يجري في اخر راوند. الصراحه كان شيء جدا جميل. و
يا عمي والله انه مستمتع بهذه السباقات، فيها حكايه، فيها روايه، ودون شك فيها الالهام. اتمنى لو انتم استمتعتوا عم تدوسوا على زر الاشتراك، وصلنا 10000 لايك لو عايزين نعمل هذه المقاطع مره اخرى. اشوفكم ان شاء الله على خير.